السلام عليكم، أنا مروان عبد الدايم من جابس. عمري 19 عام. جتني جلطة دماغية. تحولت للسبيطار متاع الكلينيك متاع جابس. هناك تلقاني الطبيب غسان الفاسي، وقام تحويلي لصفاقس. وهنا الحمد لله عملت الزراقة وكل شيء، والحمد لله لاباس. الدكتور فاسي اختصاصي في الأعصاب والدماغ. وانت تم نقلك بسرعه من المكان الجلطه اللي تعرضت لها الى الدكتور ولا الى المصحه مباشره؟ إلى الصحة مباشرة. والدكتور غسان هو اللي قام عمل لي الآلام وعمل لي وقام بتحويلك لصفاقس مباشره عن طريق سياره اسعاف. أي. وصلت في توقيت قياسي معناها الحمد لله. سمح للاطباء باش كانت الدخل ناجعه. اي باش كملوا عملوا لي الرجل وكل شيء ونط لاباس الحمد لله. اي تو ما عادش تحس بالاعراض هذيك، تحرك يديك ساقيك الحمد لله لاباس نحرك. شنو هما الاعراض الاولين؟ ايدي ورجلي وفمي، كنت ما نحركش ايدي ورجلي، ما نحركهمش اصلا، وفمي كان معوش، ننطق بصعوبة وكل شيء. اما طبعا الحمد لله. معنا دكتورة أمال بن شيدة، هي اللي أشرفت. أنت أشرفت على العملية اللي أجرت الغسان المروان الشاب هذا اللي عمره 19 سنة، واللي بالحق معناها كان معرض لأخطار كبيرة. تنجمش تحكي لنا بالضبط شنو هي الحالة والأسباب نتاعها وكيفاش تم التدخل نتاعكم؟ خاطر كان تدخل عاجل والنتيجة واضحة، كانت ممتازة، الآن يحكي طبيعي ويتحرك طبيعي. بارك الله فيكم على الاهتمام هذا. أنا فرحانة برشا اللي الحمد لله أخيرا في صفاقس ولات عنا هالآلية هذه ونجموا نتلهيو بالأمراض هذه بتاع الجلطة في أسرع الأوقات. في الحقيقة هو مش أنا المشرفة، أنا تنجم تقول الناطقة رسمية مع الجماعة، لكن احنا الكل احنا إطار طبي كامل، احنا فريق نخدموا بعضنا الحمد لله. يتكون شكون فريق هذا؟ والله احنا 12 دكتور أعصاب تولينا تابلو دقارد معناتها باش كان صارت جلطة احنا نتدخلوا. ولكن الأول حاجة صارت الدكتورة سوار التريكي، هي اللي أول ما عملت الترومبوليز هذه، هو تذويب تخثر الدم في الدماغ. وبالنسبة لهالوليد بارك الله فيه سي غسان الفاسي من جابس، اتصل بزميلنا دكتور أمين خرات اللي هو الحمد لله نسق مع المصحة ومعنا الكل باش كلنا الكل. فما الدكتورة زيدة هيفا بن جامع ديما معنا، ديما في الحالة الأولى وفي الحالة الثانية، والكلنا أسامي كبيرة، والطاقم الطبي، الشوفير نتاع الأمبولانس، الشبه الطبي، القسم الإنعاش في هذه المصحة الحمد لله. وين ماذا بيا نستغل هالفرصة باش نزيد نأكد باش يلزم راهو نوعيو اللي الجلطة الدماغية ولات حاجة اللي هي راهي فيها دواء، اللي راهي وقد ما نسبقوا ونجريو لأي مصحة ولا المستشفى حكومي راهو الوقت عنده قيمة. وحتى ولو ما نعملوش هالترومبوليز فما آليات أخرى، فما تقنيات أخرى، المهم نتلهيو بالمريض. والحمد لله احنا فرحانين وفخورين جدا، وبالأخص اللي مروان لاباس، والمروان جينا من جابس وهذا شيء يشرف، وإن شاء الله جابس يولي فيها الآلية والجنوب كامل. والحاجة هذه راهي ماهيش جديدة، راهي صارت في تونس العاصمة، صاروا برشا حالات في سوسة زادة موجودة، وفي صفاقس الحمد لله في الآخر بعد كما نقولوا احنا حضرنا الإطار وفورماسيون
للزنفيرمية والممرضين وكل شيء، في الأخير نجمنا نعملوا هالحالات هذوم الزوز بطريقة منظمة علمية. الحمد لله احنا فخورين، وشكرا جزيلا الدكتورة سوار والدكتورة هيفا دكتور أمين اللي كانوا موجودين وقت اللازم، وما زالوا في بعض ما زالوا الدكاترة أخرى راهم مش يكونوا موجودين. وين زيد نحب نستغل الفرصة خاطرني مندوبة جهوية تاع جمعية أطباء الأعصاب القطاع الخاص في الجمهورية التونسية، أنا المندوبة الجهوية بصفاقس، باش نقول اللي الجمعية راهي مع جمعية مواطنة جمعية صحة راس المال عملت حملة تحسيسية صار لها هكا شهور على سميناها فيسع. فيسع هو كيما فاست في أمريكا ولا فيت في فرنسا، معناتها فم الفيسع هو فم غير مستقيم، يد هو الياء يد لا تتحرك، سلاسة اللسان الكلام تكون غير منتظمة، والرجل فيسع عجل. معناتها فيسع هذه معناتها وقت تجيك أي عارض، مثلا نقولوا احنا تنمل الرؤية تتضبب، ولا واحد يولي ما يشوفش بعينه، يده ساقه تصير لها مشلل نصفي، هذا الكل يخلي الواحد يلزمو يجري لأي دكتور، بالأخص دكتور اللي تلهب الحكاية هذه هو متخصص في الأمراض الأعصاب، لي نورولوج هما المتخصصين، وهو كان يلقى الظروف والشروط باش يصير الانجكسيون تاع هذه الماده هذه اللي تذوب تخثر الدم، يعملها. ويلزم يكون المريض في غضون اقصى سرعه 4 ساعات ونصف. بالنسبه لمروان ما نحكي لكمش الجري ودكتور امين بالتليفون، دكتوره سوار، دكتوره هيفا نكلموا بالتليفونات، الامبولانسي باش وصل نجمنا نعدي. وبعد ما واحد عمل التحاليل وعمل كل شيء باش عدينا هالماده هذه في غضون 4 ساعات وربع هكاك. معناتها هو هي كما نقولوا احنا فيتيس كونتر لا مونتر، بالانجليزي يقولوا تايم از برين، معناتها راهو الوقت هو المخ. معناتها ماذا بينا في ساعه وفي ساعه. وشكرا. يعطيكم الصحه. يعطيكم بارك الله فيكم الكل. وحالة سي مروان توا الحمد لله ما نجمنا احنا نقبلنا باش نسجلوا ونظهروا، خاطر الا ما تاكدنا ان شاء الله من عمل اليوم كشف طبي وظهر لي تخثر ذاب كليا، والوريد رجع فيه الدم الحمد لله. والحمد لله في بعض الحالات كما هكا مرات نوصلوا لنتيجة باهية برشا، بعض الحالات طبعا انت والعمر وانت مرات نقصوا من الإعاقة ونقصوا من نسبة الوفيات، راهو تنقيص كبير، ولكن يقعدوا مرات إعاقات ما هوش سحر، هو راهو لازم الواحد يشوف اللي هو عنده شروطه ويلزم يتعمل بالكدا، سينو راهو مرات يصير تعكرات، وخاصة مربوطة بسرعة التدخل. سرعة التدخل وكفاءة التدخل أكيد. وهو هذه الحاجة يلزمها شوية فلوس، معناتها باهظة شوية، ولكن وقت أنا نعرفها باهظة ما تظهرليش باهظة، خاطر أنا الحمد لله مروان جا راهو شلل نصفي وما يجمش يتكلم لا قدر الله، كان ما صارش هالحكاية، وقبل كانت تصير راهو الله لا يورينا سو، راهو لا يجم يعمل ويلزم علاج طبي ويلزم تدخل ويلزم مصاريف، معناها باش يقعدوا في المصاريف وما يجمش حتى ترى يجمش حتى يعمل يجمش، معناتها ماهوش رغم اللي هو باهظ، اما بالنسبه لي انا ماهوش باهظ. هذا هو الصحه متعليش، الصحه راس المال كما ونشكر زي ما ورانا نحب نأكد لي رانا حزمة واحدة، رانا في القطاع العام والقطاع الخاص، رانا نحبوا بعضنا ونخدموا بعضنا، وإن شاء الله ربي يدوم عشرتنا ويدوم الاتحاد متاعنا وقوتنا،
وان شاء الله الى الامام، واحنا راهم عازمين باش نكونوا الى الامام ان شاء الله. صفاقس لاباس والجنوب لاباس وتونس كامله لاباس. وسي مروان لاباس. وسي مروان سي مروان Hallo.